عارفين كده في علامة دايمًا بنشوفها في أول أي نوتة موسيقية، أكيد العلامة دي ما هياش زينة. معلومة على السريع، الtreble clef. الtreble clef أو الG clef مفتاح صول بالعربي، ده الدليل بتاعنا اللي بنعرف على أساسه إحنا هنقرا النوتة إزاي، لإن في طريقتين لقراية النوتة. في الحلقة دي هنتكلم على الطريقة الأولى. الtreble دايمًا هو طبقة بتبدأ من عند G، حتى عشان كده العلامة بتاعة الtreble clef يعني بداية الpoint اللي هي بتبدأ منها من على تاني سطر من تحت، اللي هو نوتة سول أو نوتة G. طيب الطريقة دي أو طريقة القراية الأولى دي باستخدمها في إيه؟ باستخدمها في قراية نُوَت زي نُوَت الجيتار، آلات زي الجيتار، زي الفلوت، الكمانجا، الإيد اليمين من البيانو، وكل الآلات اللي بتبدأ من الطبقة دي. ودي كانت معلومة على السريع رقم 16. لو لسه بتتعلموا قراية النوتة تابعوا الريدز اللي هتنزل الفترة الجاية، وما تنسوش اللايك والشير والفولو. طب احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن تريبل كليف وعرفنا معناها ايه. ايه بقى العلامة الجديدة اللي طالعة لنا دي؟ معلومة على السريع، البيس كليف هي علامة مخصصة لقراية النوت بتاعة الآلات اللي طبقتها منخفضة. هي الدليل التاني، زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت كان في الدليل اللي هو مفتاح سول، في دليل تاني لقراية النوتة مخصص للآلات اللي زي البيس جيتار، الدبل بيز، الابرايت بيز الكبير، التشيلو، والإيد الشمال بتاعة البيانو. ده معناه إني هاقرا النوتة بطريقة مختلفة عن اللي كنت باقراها لمّا كان قدامي التريبل كليف. ودي كانت معلومة على السريع رقم 17. ما تنسوش تعملوا follow، لايك وشير، ولو ليكم صاحب بيزنس تبعتوا له الreel دي. هادي ومكتوم ومميز. السفنجة أو الفوم اللي ورا الأوتار بتساعدني إن أنا أطلع تون دافي مكتوم شوية، لكن بقدر أتحكم فيه بشكل عالي، وبيساعدني إن أنا أطلع تون أولد سكول ما فيهوش سستين قوي، وفي نفس الوقت يخدمني لما أحب أعمل ارتكليشن قوي للجروف اللي أنا بلعبه. التكنيك ده استخدمه أو اخترعه جيمس جيمرسون، وتقدروا تسمعوه بوضوح في بعض البيز لاينز بتاعت بول ماكارتني. وكمان الأستاذ ده كان بيستخدمه لما كان بيحاول يطلع صوت. سؤال بيتكرر من بنات كتير، أسيب ضوافري والّا أقصها عشان العزف؟ الإيد اللي على الfret board اللي على الneck اللي بتمسك النوت لازم الضوافر تبقى قصيرة فيها قدر الإمكان، علشان النوتة تطلع نضيفة من غير زن ومن غير أي صعوبة تواجهِك وأنتِ بتلعبي. إنما الإيد اللي على الأوتار حسب الstyle، حسب نوع المزيكا اللي بتلعبيه، ممكن تستخدمي صوابعِك وتسيبي ضوافرِك، وممكن تستخدمي الpick وتسيبي ضوافرِك أو تقصيها براحتك. أهم حاجة تفكّري فيها صوت واضح، راحة لإيدِك وأنتِ بتلعبي، وتحكُّم ممتاز. الmix مش آخر خطوة، في خطوة بعده هي اللي بتخلّي الأغنية جاهزة تتسمع من العالم كلّه. الmastering هو المرحلة اللي بعد الmix اللي بتخلّي الأغنية جاهزة، متوازنة، وممكن تتسمع على أي جهاز، سواء على stereo system، في العربية، في headphone، through أي device. لو الميكس عبارة عن شخصية، مجرد إنسان، فالماستر هو اللبس اللي لابساه الشخصية دي، والشكل اللي الناس بتشوفها بيه.